بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معايا فيديو من كام يوم بصراحة، بس الواحد كان تعب شوية كده وما قدرتش حتى لا اسجله ولا انزله. يعني الفيديو اصلا من كام يوم. المهم نبدأ الفيديو بسرعة. الفيديو كان حلو جدا وانطلب مني ان هم عايزين ياكلوا فراخ على الشواية في العمود بتاع فسيخ الفرن. تمام. وكان عندي كمان نص واحده كده، فما زعلتش حد وعملت لهم احلى فراخ مشويه. نخش على التتبيله. معايا 2 طماطم مبشورين او مضروبين متصفيين، بس المبشوره بتبقى افضل بكتير. ومعايا قرنين فلفل سبايسي او عادي زي ما انت حابه. والبصل برضو على كميه الفراخ، انا كان معايا هنا 3 4 بصلات وسط، ما هماش كبار. معايا في المقادير بتاعتي كمان حطيت نص معلقه عسل زي ما انتم شايفين كده. حطيت نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه كمون، نص معلقه كزبره. وكمان حطيت نص معلقه كاتشب فوق منها. وحطيت كمان نص معلقه من السبع بهارات. وحطيت نص معلقه صويا صوص. تمام. وقلبت كل المكونات دي مع بعضها. وحطيت كمان فصين توم، هرستهم ودقيتهم وحطيتهم. وكان عليهم عصرة ليمونة، ولكن للأسف هي ما بانتش في الكاميرا. ليه ما بانتش أنا مش عارفة. المهم، انا هنا بقشر الفصين التوم، هدقهم وهخرطهم وهحطهم. التتبيله ديت ريحتها وطعمها تتاكل اكتر من الفراخ نفسها. كمان بتدي ريحه حلوه جدا. المهم، مسكت الفرخه بقى ايه علشان هحطها زي ما هي كده. وما هي صغيره قوي يعني، كانت مظبوطه. بس بدات ان انا اشرحها. قلبت كل المكونات دي على بعضها. طبعا ما تنسيش الملح زي ما كنت انا هنساه كده. وبعدين مسكت الفرخه بقى شرحتها بالسكينه كلها. يعني ايه شرحتها؟ يعني بدات ان انا اخرم، يعني افتح كده جزء كبير من عند الوراك والصدور والاجنحه. وبدات ان انا ايه ادخل تحت الجلد الحشوه زي ما انتم شايفينها بالشكل ده. التشريح هنا مش عشان كمان الدقه، التتبيله قصدي، انا اسفه، لكن علشان كمان تبقى مستويه من جوه، ما يكونش مستويه من بره ومن جوه ما تكونش لسه استوت. يعني التشريحه ديت مهمه جدا لحاجتين اتنين: للتتبيله وللتسويه. بدات اتبلها بالشكل اللي انتوا عايزينه. هما بقى ما حبوهاش ياكلوها النهارده برز ولا بمكرونه ولا باي حاجه. قالوا لي تعملنا شويه عيش في الفرن سخنين وشويه طحينه وشويه بطاطس. كان الاكل بسيط جدا، بس كان طعمه لذيذ وتحفه وجميل جدا جدا. ريحه الفراخ كانت في الفرن جميله جدا. طبعا انا ما تبلتش من على بيات، ولكن انا هنا قمت من النوم الصبح بدري، تبلتها وركنتها وبدات اعجن واخلص كل روايه. ما تحطيش لما تكوني متاخره على تتبيله الفراخ، ما تحطهاش في التلاجة، سيبها على الرخامة تدي وتاخد مع نفسها كده. تمام. انا هنا هحطها في سيخ الفرن. طبعا فرن البوتاجاز كلها فيها نفس السيخ ده كده. بتدخلي الكلبشتين دمت في اللحم من جوه، بتغرزيها قوي عشان ما تفكش منك وتحطيها تسيبيها. انا هنا بدات اغسل الرخامه بتاعتي بقى بشويه بريل وشويه تنظيفات كده، علشان انا هنا هعجن وهنزل بعجين. اغسلها كويس وعقمها كويس عشان خاطر الزفاره واي حاجه كانت وقعت ولا حاجه. نبدأ بقى نعمل مع بعض العيش اللي هو بيقولوا عليه شامي. انا بقول ده عيش بلدي، يعني مش شامي ولا ده عيش بلدي، عيش عادي خالص. وبسيط، وممكن تستغني عن حاجات هقولك عليها في الفيديو دلوقتي معايا. ده مقدار كيلو من الدقيق. كيلو من الدقيق حطيت عليه نص معلقة ملح، حطيت عليه معلقة كبيرة من السكر او معلقة وشوية سكر، حطيت عليه معلقة كبيرة من الخميرة. قلبي كل المكونات الجافة دي مع بعضها. وبعدين هتبدأي تقلبي بالشكل ده. تبدأي تنزلي بالمواد السائلة، ألا وهي كالآتي: لو عندك لبن هتحطي كوبايه من الحليب وتبداي تنزلي بمئات المكونات ميه. هتقولي لي طب ما انا عندي لبن وعايزه اعجنه كله بلبن. الميه بتديكي هش حلوه قوي قوي للعجينه. يعني لازم تنزلي لو الربع حتى ميه. لو ما عندكيش لبن خالص، انزلي بكل المقادير ميه ومفيش اي مشكله بالنسبه لك خالص. ده عيش بيبقى طعمه حلو جدا، وكفايه ان انت اللي عاملاه في البيت وعارفه نظافته، وعارفه ان انت نخلاه كويس ومظبطاه تمام. تبداي بقى تعجني العجينه بالشكل ده. وكل ما تحسي ان العجينه عايزه ميه هتديها ميه بسيط قوي. الفكره اللي اتعلمتها كمان يمكن كنت اتعلمتها على كبر، ان طريقه العجن لازم تكون زي ما بعجنها بالظبط. يعني ايه بالظبط؟ يعني لازم تعجني العجينه على الناشف. يعني كل شويه تديها جزء بسيط جدا من الميه. ليه؟ عشان تربي في العجينه عرق. لو نزلت مره واحده بالميه ما بتربيش عرق ولا حاجه. تعجني بالشكل ده. تعجني بقى على الرخامه، تعجني في العجانه، في الحله، في الحاجه اللي تعجبك. كل شويه تنزلي بشويه ميه بسيط جدا علشان العجينه تكون ناعمه معاكي قوي، وكمان تديكي نتيجة انت راضية عنها وحباها. بس اهم حاجة تتخدم وتتعجن كويس قوي. صلوا على سيدنا النبي من اول الفيديو ما صلناش عليه. ده مش تفكروني انا نسيت. صلوا بقى على سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واحنا شغالين كده ندردش مع بعض شوية. انا بس حابة
مش هقول لكم على اي مقادير، طبعا كلنا عارفين المقادير ده كلها مقادير بسيطه، وكل اللي بعمله ده ناس كتير بتعمله يمكن احسن مني كمان وافضل مني بكتير. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. اهم حاجه الشغل اللي انت بتشتغليه او الحاجه اللي انت بتعمليها في البيت لاولادك. انا هنا بدات انزل ب3 معالق من الزيت، انا عشان ما اخرجش بس عن العجينه بتاعتي. كيلو دقيق مش هياخد معاكي اقل من ربع كوبايه زيت، ما تكترش الزيت عشان ما تقلبش معاكي القرصه او تنشف معاكي. تمام. تنزلي بس بتلات 4 معالق زيت كده اهوت، وتنزلي تبدأي العجينه تعجني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نرجع لمرجوعنا تاني في الموضوع اللي انا عايزه اتكلم معاكم فيه، مش موضوع، هي دردشه مش اكتر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صدقوني الواحد بيقوم تايه وهو بيتكلم. هتنزلي بقى ايه، امسحي بس ارضيه العجانه كده اهوت بشويه زيت عشان ما تلزقش منك، ووشها كمان زيت، وتسيبها بقى ترتاح. هنا الفرخه خدت معايا نقول وليكن مثلا ساعتين من التتبيله. الساعتين دولت هيكونوا يعني الى حد ما ظبطوا الدنيا، ولكن لو بيتساها في التتبيله تبقى افضل بكتير طبعا، ولو قعدت فتره اطول من كده برضو تبقى افضل بكتير. انا كان معايا نص فرخه التانية، حطيتها في صينيه ونزلت عليها بجزء من التتبيله اللي انا كنت متبلاها قدام منكم، وهحطها في اللحوقي او في الصينيه جنبها بالظبط هنا كده. بدات بقى انزل طبق تحت الفرخه علشان ما تنزلش السوائل بتاعتها على الفرن. كمان ممكن تستعملي السوائل اللي تنزل منها ديت لاي حاجه، انا بصراحه ما استعملتهاش لاني مش محتاجاها في حاجه، ولكن بتبقى طعمها حلو جدا لو هتضيفيها لاي رز او تضيفيها لاي حاجه. هنا معايا الفراخ في الفرن تمام، والعجينه سايباها ترتاح، والدنيا ماشيه معايا تمام. دوسوا لايك للفيديو لو تكرمتم، بيجيلي مشاهدات اكتر من لايكات، وبيجيلي تعليقات برضو اكتر من اللايكات. يعني بيعلقوا لي وليكن مثلا 40 50، بيجي لي بس في اللايكات 13 15 20. مش عارفه ليه. طب بتعلقهم وما بتدوش لايك، تستخسروا اللايك في الناس، ما تستخسروش حاجه في حد والله. يعني الانسان اللي بيسعى دايما انه يفرح اللي حواليه، او ان هو يكون سبب في نجاحه، او انه يكون سبب في ان هو يوصل لحلم هو بيتعب عشانه قوي، صدقوني هو كمان ربنا بيسخر له برضه اللي بيتعبوا علشانه او بيحاولوا يفرحوه. هنا العجينه معايا ارتاحت وخمرت وبقت زي الفل. هنقطعها هنا معايا على دقيق، ونبدا بقى نفردها. هنا بيوريكم بس الفراخ شكلها عامل ازاي بعد ما حمرت في الفرن بعد فتره طويله عدت طبعا. المهم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حب الخير كما تحب يعني لنفسك، زي ما بتحب الخير اللي حواليك حبه برضو لحالك. بمعنى انا بتفرج على الفيديو، ما تخشوش تطفل او تخشوا عشان تشوفوا هي بتعمل ايه وما بتعملش ايه، انا او اي حد تاني غيري. لا، اخشهم ممكن تطلعوا بمعلومه، ممكن تطلعوا بفكره، طالما طالعين علشان نفيد الناس اللي حوالينا، او على الاقل حاجه يعني نسليكم زي ما بيقولوا. ولكن برضو احنا طالعين ما نضرش حد، لا بنضر نفسنا قدام ربنا، ولا بنضر حد، ولا بنضر مشاهداتكم لنا. بالعكس احنا بنتعب جدا في الفيديوهات دي، ما تتصوروش. الفيديو اللي انتوا بتشوفوه في 10 15 دقيقه ده بياخد معانا يوم كامل تصوير ومونتاج. لو انت ما بتصوريش هتعملي الحاجات دي في اقل من الوقت اللي انت اصلا بتصوري فيه. بس احنا بنحاول نطلع فكره. انا العيش ده اتعلمته برضو من على اليوتيوب، ما اتعلمتوش من حد. يعني الفكره كلها ان انت ممكن ما تستفاديش بس غيرك بيستفاد. انا بوريكم بعد ايه بتقطعي وبتبططي بين الشابه بجراده بايدك بالطريقه اللي تريحك، وبتحطيها على قماش كده عندك انت بتبقي مجهزاه للعجين مخصوص. تمام. ما تحطوش على الصينيه نفسها او عشان ما يلزقش منك. هنا بقى سخني فرنكم امسحيه ونضفيه كويس، وحطي بقى العيش بتاعك بيطلع من اول رغيف لاخر رغيف، اقسم بالله بالمصداقيه ما في رغيف مقبش. وكان طعمه مش عايزه اقول لكم قد ايه حلو جدا. طب انا ما عنديش ولا سمنه ولا زيت ولا لبن، اعجني بميه وملح وخميره وهيديكي نتيجه ممتازه 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 وافضل بكتير. الكيلو الدقيق ده هيدي معاكي اكتر من 40 50 40 45، في الرينج بتاع 40 من 40 ل 50 رغيف هتعمليهم انت على ايدك. ده على حسب طبعا ما هتصغري الرغيف او هتكبريه، ولكن هو مش هيدي اقل من كده. شوفي بره الرغيف بكام، وانت كيلو الدقيق هيكلفك كام قدام الغاز بتاعك؟ مش هيكلفك حاجه، نص التكلفه بالظبط. وكوني ست شاطره، بنت شاطره كده مبدعه ومبتكره، وربنا يعني يكرمنا لان احنا بنراعي ضميرنا واحنا شغالين لاولادنا ولازواجنا. شايفين العيش عامل ازاي؟ ما شاء الله. والله انا كنت بصور بايد وبعمل بالايد التانية، فما كنتش بحسن التصوير قد كده، بس كان نفسي اوريكم العيش كان عامل ازاي من اول رغيف لاخر رغيف. المهم يا حبايبي، زي ما قلت لكم اللي يتفرج على فيديو وهو مش عاجبه ما يتفرجش عليه اصلا. لكن انتوا الفيديوهات بتعجبكم او بتستفادوا منها، مش هتغرموا حاجه لو دوستوا لايك للفيديو ليا او لاي قناه. انا ما بتفرج على اي قناه والله العظيم قبل ما بشوف الفيديو بكون ضايصه لايك للفيديو. عارفين ليه؟ لاني ببقى عارفه وحاسه بيهم هم قد ايه تعبوا في تصوير الفيديو ده، وعارفه ان هم مش طالعين بمحتوى تافه او فارغ. انا كمان ما بطلعش بمحتوى تافه، انا طالعه عشان اعمل حاجه مفيده. انطلب مني اعمل حاجات كتير جدا، لكن انا مش
مقتنعه بيها، حاسه انها ممكن تكون تافهه، وحاسه انها انا مش شايفه نفسي في اللي انا بعمله. بس اهو على قد ما بقدر بحاول اقدم محتوى كويس ومحترم يفيد الناس. ممكن بنوته عسوله كده بتتفرج على الفيديو ونفسها تتعلم مثلا عمايل العيش دي زي ما انا اتعلمت قبل كده برضو، ابقى انا كده فدتها؟ يبقى انا كده فدتها؟ اكيد ما ضرتهاش. ممكن مثلا واحده مثلا تايهه عن تتبيله فرخه معينه، مش شرط انت شاطره ومبتكره ومبدعه وجميله جدا، يمكن بتعملي افضل مني، بس في غيرك. يعني دايما بصوا من اللي حواليكم، ما تبصوش لنفسكم. ممكن اكون ما بفيدكيش انت بس بفيد غيرك، زي ما انا برضو ممكن اكون بستفاد من حد معين او من ناس تانية كتير. يعني محدش عارف الافاده بتيجي منين بالظبط. المهم احنا طالعين مش علشان نعمل شيء غلط او شيء محرم او شيء يغضب ربنا، احنا طالعين علشان نقول للناس لو في فكره معينه احنا شفناها ومحدش فيكم شافها، احنا بنوريها لكم عن طريقنا بتشوفوها. وفي نفس الوقت برضه بنديكي تحفيز، انت محتاره على اكل معين، بنديكي فكره قومي اعمليها، بس مش اكتر من كده. الطحينه معايا بابسط الامور، ولا زبادي بقى ولا توم ولا الكلام ده، انت حطي اللي انت عايزاه. ولكن احنا بنحب الطحينه بالطريقه اللي انا بعملها دي: شويه ميه دافيين، معلقه خل، شويه ملح، وتبداي تلفي معاكي الطحينه بتاعتك. احنا بنحبها بالطريقه دي، كل واحد على حسب رغبته وعلى حسب حبه للشيء. تمام. عملت هنا معايا كمان، قطعت ايه بقى شويه عشان بقى التشطيبات بقى والفينش الاخير والشكل الحلو في التقديم: شويه كزبره كده على شويه بصل. ولو عندك اي حاجه تانية عايزه تضيفيها يبقى تمام، يمشي الحال. ومعايا كمان طبقتين الطحينه او الطبقين الطحينه، انا حطيت بشكل عادي جدا. انا بتصرف معاكم وكاني قاعده معاكم في البيت، وكاننا بنتصرف بشكل طبيعي جدا، بس بحاول اديكم افكار ممكن لعل وعسى تفيدك، لكن ان شاء الله مش هتضرك. انا بس حبيت ان انا يعني ايه اخلي شكل الطحينه شكلها ظريف قدام ولادي هم بياكلوها بحاجات بسيطه برضه. معايا العيش، طلعت الفرخه من الفرن، مش عايزه اقول لكم قد ايه جميله جدا جدا. المسمار كان هنا كان معقدني بصراحه يعني، بس فكيته بسلام ان شاء الله. يا رب الفيديو يعجبكم، وكمان المحتوى اللي احنا بنقدمه يعجبكم، وكمان تدعوا لنا دعوه حلوه عن ظهر الغيب كده بالرضا وجبران الخاطر والرحمه والمغفره. وربنا يسعد قلوبنا جميعا ويحوش الكرب والهم والغم عن بيوتنا وعن قلوبنا، اللهم امين يا رب العالمين. اسيبكم في استمتاع في شكل الفيديو. شايفين العيش؟ انا بس يا روماندا، بس عايزه اوريكم شكل العيش عامل ازاي من اول رغيف لاخر رغيف. بالف هنا وشفا على قلبهم وعلى قلب اللي هياكل. طبعا المقادير بالخطوات ما شاء الله، الاكل زي الفل وريحته حلوه جدا. اتمنى تدوسوا لايك وتصلوا على سيدنا النبي قبل اي كلام وفي نهايه الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله.